واحد الكلام قالوا عقل ما صدقوش، وقالوا قلب ما نساه حتى اللحظة. فتاة ما عندها غير 16 عاما وقفت قدام الكاميرا وقالت بكل ثقة: المغرب غادي يربح كأس الأمم الأفريقية. وهذا الكلام اللي كثير ناس ضحكوا عليه بدأ يتحقق خطوة خطوة، مباراة حتى وصلنا للنهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كبيرة لكل المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وأهلا بكم في فيديو ما بغيتش تفوتوا عليكم، لأننا اليوم ما نتكلموش غير على كرة القدم، كنتكلم على حلم، على نبوءة، على قوة الإيمان اللي كتل الشعوب تعبر المستحيل. خلني نرجع معاكم شوية للوراء. قبل أشهر، في وقت ما زال المغرب كيستعد للبطولة، طلعت على التواصل الاجتماعي بنت صغيرة اسمها ليلى عبد اللطيف، عندها 16 سنة فقط، وبصوت واثق وعينين مشعلتين بالإيمان قالت بكل وضوح إن أسود الأطلس غادي يرجع بالكأس. ما قالتش ربما، ما قدش إن شاء الله نتمنى. قالتها بشكل قاطع كأنها شافت شيء ما شافه الناس. وفي تلك اللحظة ضحك عليها البعض، قالوا عليها طفلة، قالوا هي مجرد أمنية. لكن الله كتب والأيام كشفات. لأن ليلى هذه الفتاة البسيطة ما كنتش غير تحكي من القلب، وهذا الكلام الخارج من القلب كي يوصل للقلوب. وهكذا بدأ كلامها يدور في جنبات المعسكر الوطني، بدأ اللاعبين يسمعوا عليه، بدأ يصير وقودا لناس زعما حكيمي وزياش ونصيري. لأن واحد اللاعب مليك يعرف أن واحدة البنت الصغيرة آمنت فيه أكثر مما آمن فيه العالم، كي يحس بثقة لهذه المسؤولية، ثقل جميل، ثقل كي يدفعك للأمام. وهنا بديت القصة تأخذ طابع آخر. ما بقتش مجرد بطولة كروية، بقت رحلة إيمان، رحلة إثبات، رحلة وفاء لحلم بنت وأمة كاملة. فكر معي اللحظة، واش كنت تتخيل أن المغرب يوصل لنهائي كأس أفريقيا؟ كثير ناس كانوا شايفين الطريق صعبة، ومع ذلك الأسود مشي خطوة خطوة، مباراة، كي بنيوا شيء ما بنيوا بزفاف الناس، كان بنيوا حلما. والمدرب وليد الركراكي، هذا الراجل اللي بزرف ناس تشككوا فيه في البداية، ثبت أنه مدرش غير اللاعبين على الكرة، دربهم على الإيمان، دربهم كيفاش يؤمنوا بنفسهم حتى ملاي العالم ما يصدقهم. ملي تسمع وليد الركراكي كي يتكلم مع لاعبيه، ما كي يتكلمش بلغة أرقام وتكتيك فقط، كي يتكلم بلغة القلب، كي يقولهم أنتم أبطال قبل ما تلعبوا. وهذا الكلام في الغرفة داير الملابس، ملي كي يسمعه واحد اللاعب قبل النهائي، واش انت تخيل أداش كي يدير فيه. ولكن خلينا ما نغفلوش على الجانب الآخر من الصورة، لأن النهائية ما بقاش سهلا. الخصم مش أي خصم، السنغال حامل اللقب، منتخب جامع فيه أقوى اللاعبين في أفريقيا، على رأسهم ساديو ماني، اللاعب اللي العالم كله عارفه، اللاعب اللي فعله كتكلم بصوت عالي في الملاعب الكبرى. السنغال فريق ما كيستسلمش، فريق جاي يدافع على لقبه بكل ما عنده. وهنا واحد سؤال كبير بدأ يدور في الرؤوس، واش الإيمان وحده كافي؟ واش نبوءة ليلى قادرة تعمل شيئا في مواجهة دفاع قوي وهجوم محترف؟ وهنا أنا كان أقولكم، الإيمان مش بديل على العمل، لكن وقود العمل. الإيمان هو اللي كي يخلي الراجل يركض أكثر، يضحي أكثر، يحارب أكثر. وما اللي يتجمع الاثنين معا، الإيمان والعمل، هناك تصنع المعجزات. وأنا كان تساءل وكان تساءلكم معي، واش اللاعبين المغاربة دخلوا هذا النهائي وهما شايفين مجرد مباراة؟ لا، دخلوه وهما شايفين فيه مسؤولية، مسؤولية ليلى، مسؤولية الملايين اللي ساهروا على الشاشات، مسؤولية كل مغربي في أوروبا وأمريكا وكل بقعة في الدنيا، لبس الجيرسي الأحمر وعينه دامعة بالحنين للوطن. لأن هذا هو الشيء اللي كثير الناس ما فهموهش في الكرة المغربية. كرتنا ما بقتش مجرد رياضة، بقت لغة وحدتنا، بقت صوت كنهدر به للعالم.
وملي تشوف مغربي في أي بلاد العالم كي يشوف المغرب كيلعب كيبكي. ما بكيش غيري من الفرح أو الحزن، بكى لأنه حاسن أنه رجع للديار ولو ل90 دقيقة. وهنا دور الوحدة الوطنية اللي هذا الفريق جمعنا عليها. الغني والفقير، الكبير والصغير، من الجنوب حتى الشمال، من الصحراء حتى طنجة، كلنا في واحد الجهة، كلنا وراء أسود الأطلس. وكلنا كنعيط بصوت واحد: حققوا حلم ليلى. واش عرفت ما هو أقوى شيء في هذه القصة؟ أن ليلى هذه البنت الصغيرة ما طلبت شيء لنفسها، قالت كلام من قلبها لأنها آمنت. وهذا الإيمان البريء الخالص هو اللي وصل بعيد، هو اللي دخل للقلوب. لأن الناس كتفرق بين من كي يتكلم بالرأس ومن كي يتكلم بالقلب. وملي شفت حكيمي كي يركض في هذه البطولة، ملي شفت يطيح ويرجع يقوم، ملي شفت كي يحارب في كل مباراة كأنها الأخيرة في حياته، تساءلت شنو اللي عنده هكذا. حكيمي راجل عنده كل شيء في الدنيا: المال، الشهرة، الأندية الكبيرة، ومع ذلك ملي يلبس الجيرسي الأحمر كي يتحول، لأن ثم شيء فوق المال والشهرة، اسمه الانتماء. اسمه أنا مغربي وكنمثل بلادي. وزياشا، هذا الرجل اللي مر بمراحل صعبة في مسيرته، اللي البعض شكك فيه وفي إمكانياته مع المنتخب، ها هو اليوم واقف في نهائي، واقف كي يثبت للعالم أن الثبات والإيمان أقوى من كل انتقاد. وهكذا كل لاعب في هذا الفريق عنده حكايته، عنده ألمه، عنده حلمه الخاص اللي جاي يحققه. والنصيري اللي كل مرة يلعب كي يذكرك أن المغرب عنده مهاجمين ما يخافوش، عنده شباب جايين يكتب تاريخه. وهذا الثلاثة مع كل خواتهم في الفريق وجدوا في نبوءة ليلى مرآة لما يحسو به في داخلهم، لأن هي قالت ما خبيوه في قلوبهم. دابا قولوا لي، واش كتشوفوا أن المغرب كان عنده الحق أن يوصل لهذا النهائي؟ واش كنتم متوقعين هذا المستوى؟ شنو رأيكم في أداء الأسود في هذه البطولة؟ حطوا آراءكم في التعليقات، لأن رأيكم مهم ونبغي نعرفه. لأنه اللي كان أشوفه أنا هو أن هذا المنتخب ما بقاش نفس المنتخب اللي كنا نعرفه. فيه شيء مختلف، فيه روح، فيه وحدة، فيه إحساس أن كل واحد مستعد يموت من أجل الآخر في الميدان. وهذه الروح الجماعية هي اللي كتصنع الأبطال. والآن واقفين على أعتاب شيء تاريخي. نهائي أفريقيا، المغرب في مواجهة السنغال. اختبار الإيمان قبل اختبار القوة. وفي كل ركن من أركان المغرب ناس جالسة قدام الشاشات، قلوبهم كتدق بقوة وفنونهم كتردد اسم واحد: أسود الأطلس. وليلى، ليلى الآن مش مجرد بنت صغيرة قالت كلام. ليلى صارت رمزا، صارت صوت الإيمان اللي رفع كل مغربي. وإلا تحققت نبوءتها، خلد اسمها في التاريخ المغربي. وإلا لا يبقى الإيمان اللي زرعته هو أغلى شيء، لأن شعب آمنا ولم ييأس شعب ما ينكسرش. لكن الإيمان في قلبي يقول: هذه الكأس ناقصها شيء، ناقصها تلمس إيدين أسود الأطلس، ناقصها تصعد فوق عروش الملاعب مع ألوان العلم المغربي، ناقصها تصير حقيقة كما قالت ليلى. صافرة النهاية هي اللي ستقول كلمة الفصل. لكن الرحلة كاملة من أول نبوءة ليلى حتى آخر دقيقة في النهائي. هذه الرحلة هي الدرس الكبير: أن تؤمن وتعمل وتتحد وتصبر وتحارب حتى آخر رمق. يا أسود الأطلس، يا فخر المغرب، يا من حملت أحلامنا على أكتافكم. المغرب كل معكم، ليلى معاككم، كل روح مغربية في أي بقعة في الدنيا معكم. اذهبوا وخذوا ما يستحقه هذا الشعب العظيم. والله يا أصدقائي، هذه القصة ما كان قدرش نقرأها بعين جفة. كل مرة كنعاودها كنحس بشيء يتحرك في الصدر، لأن هذا المغرب بلادنا، ناسنا، كيستهل كل فرحة وكل انتصار. وأنتم يا من كنت تشوفوا هذا الفيديو،
ويش حستوا بنفس الشيء؟ ويش قلبكم كيرجف لمغربكم؟ ويش آمنتوا أنوي هذه الكأس راهي ديالنا؟ قولوا في التعليقات نعم نؤمن إلا كنتوا واثقين. خلينا نشوف قوة الإيمان المغربي في التعليقات. وقبل ما تمشيوا من هذا الفيديو، واحد الطلب بسيط من قلبي لقلبكم. دابا هذا اللحظة ضغطوا على زر الإعجاب، مش غير باش تساعدوا القناة، ولكن باش تقولوا للعالم أن المغاربة متحدين خلف أسودهم. وإلا ما مشيت سبسريبيو على القناة باش تبقوا على اطلاع بكل جديد، لأن القصص الكبيرة ما تنتهيش هنا، كل يوم ثم جديد ينتظركم. وشاركوا هذا الفيديو مع كل مغربي تعرفوه، في العائلة، في الأصحاب، في كل مكان، لأن هذه القصة تستاهل أن يسمعها كل مغربي في الدنيا. المغرب كبير، أسودنا أقوى، وحلم ليلى في الطريق نحو الحقيقة.